كارثه كبيره وقعت هنايا في فرنسا. في العمر ديالها 34 سنه، هي عندها زوج ديال الوليدات توفات، وحسب بعض التصاريح كيقولوا بان سبب الوفاه ديالها هو الزوج ديالها. وهذا الشيء وقع بالضبط في ليل الفرنسيه نهار 25 ديسمبر 2025. تدخلات العناصر الطبيه باش تعتقها، لكن لقات السيده جثه هامده في قلب الدار ديالها. داروا محاوله، داروا المساج كاردياك، لكن اللي عطا الله عطاه السيده فارقت الحياه. القضيه ما بقاتش فيها غير المصالح الطبيه، لكن اتصلوا مباشره بالامن باش غادي يكون تدخل ويدار واحد التحقيق ويشوفوا الظروف وسبب الوفاه ديال هذه السيده اللي في العمر ديالها 34 سنه. اول واحد كان مشابه به هو الزوج ديالها اللي في العمر ديالو 36 سنه من شمال افريقيا. فكانت علامات الضرب على الجثه ديالها، وحسب بعض التصاريح والناس اللي قرب منهم انهم كانوا في نزاعات دائمه، وكان سبب هذاك الشيء كله هما الكحول. فعلا شي حاجه اللي هي مؤلمه ان هذه السيده اللي في 34 سنه تخلي زوج وليدات من موراها، وبسبب نزاع وبسبب الكحول، ان هذا الشيء غادي يؤدي الى الغضب وغادي يؤدي الى الوفاه ديال هذه السيده. فشنو غادي يحكيو هاد الوليدات على القصه ديال الام ديالهم اللي توفات؟ الاب مجرم، الام ضحيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شحال من واحد ما كيكونش مجرم في الاصل ديالو، لكن بسبب نزاعات اللي كتؤدي لنزاعات كبيره وكيكون سببها مثلا الكحول، فالنتيجه كتعطي الوفاه وكتعطي الاجرام. بزاف الناس اللي كيفقدوا السيطره على نفوسهم، لكن هنا حسب بعض التصاريح كيقولوا بان كان دخل فيها الكحول. فالانسان هنا ما كيبقاش واعي. فلا حول ولا قوه الا بالله. والله مع دوك الوليدات اللي ما طلبوا لا تكون الام ديالهم ضحيه ولا الاب ديالهم مجرم حسب التصاريح دائما. قولوا لي شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق.